نصيحة لوجه الله، عربيات ابعد عنها مهما حصل، يعني لو واحد جابها لك هدية ما تاخدهاش. اتفرج معايا على الفيديو ده طبعا الفيديو كلنا شفناه، عربية بتبقى ماشية وفجأة مثلا اسمها ايه مثلا في اي دولة في العالم مفيش حاجة اسمها عربية بتقف على الطريق، وطبعا مفيش محور عرضي. بيقول لك ما ينفعش يبقى في محور عرضي في الطريق. معاك عربية جنبك ايه؟ الجنب كله حتة واحدة، جنب اليمين قطعة واحدة كامل والجنب الشمال قطعة واحدة كامل، وبيتكبسوا في بعض وبيت ايه بيبقى الحام طولي، بيبقى الحام طولي مدعم. انما فكرة ان بيبقى فيه الحام بعرض العربية، الحام عرضي ده مش علمي، وده لا ما ينفعش، وده اصلا ما فيش حاجة في الدنيا يعني تقدر تستحمل لحام عرضي. الصلابة واللحام العرضي دونت ميكس، يعني ما ينفعش ان انت تبقى عامل اي حاجة بتمشي على السكة. يعني ما ينفعش مثلا تريلا تروح مقسومة من النص تروح انت لاحمها عرض، انت كده بتهزر. ما ينفعش اي حاجة في الدنيا تتلحم عرض، مغير بنص قدام مغير نص ورا. الكلام ده يا جماعه المفروض ما يترخص، لان حياتك مش لعبه. انت عشان تشتري عربيه قطعه حرام عليك، حرام اول حاجه هتقرفك في الترخيص، وهتقرفك في اعاده البيع، وهتقرفك في المشي، وممكن تبقى العربيه ماشي بيها مرحله. يعني ثلاث ارباع العربيات اللي بتبقى مغيره نص ورا ده وانت ماشي وراها على السكه يعني مش محتاجه صنايعي، وانت ماشي وراها على الطريقه تبقى باصص على مشيه العربيه هتعرف ان هي مغيره، لان هو عمره ما هيظبطها على ظبطه المصنع، لان المصنع بيجي حته واحده، الجنب اليمين حته واحده والجنب الشمال حته واحده، وبيتكبسوا كده ويتلحم. ما بتجيش العربيه مش نص قدام ونص ورا وتلت ورا والكلام ده. العربيات ما بتتجمعش كده، يعني حتى العربيات الحقيقيه في المصانع ما بتتجمعش كده عشان تقول القطع العرضي ده بيدمر العربيه، بيدمر العربيه. انت لما بتشتري عربيه فيها قطع انت بتجازف بعيالك وبتجازف باي حد بيركب معاك وبتجازف بروحك عشان خاطر فرق ملاليم. يعني حتى يا ريت الجشعين اللي بيبيعوها قاطعين دول بيبيعوها لك بفرق ايه؟ لا بيبقى فرق ملاليم ما بينها وما بين العربيه السليمه. فانت ايه اللي يجبرك حتى لو شرعي، حتى لو قاطع شرعي وقاطع وضايق في المرور، ما هو برضك العربيه معيوب. العربيه معيوبه اللي هي ايه؟ معيوبه في الامان. يعني انت ممكن لو انت مطب جامد اللحام ده يفك، وانت مش ضمنك اللي لحمه ده لحمه ازاي. واصلا اللحام العرضي ده غلط، اللحام العرضي غلط في اي حاجه ايا كانت. انت بتلحم عرضي انت كل التحميل على اللحام، تحميل العربيه كله بيبقى على اللحام. انت فاهم الفكره في ايه؟ انت لما بتبقى لاحم الحاجه عرضي تحميل العربيه كله على اللحام. فايه اللي يجبرك ان انت تشتري عربيه قطع؟ مفيش حاجه في الدنيا. نصيحه لكل اخ وكل اخت اللي يشتري عربيه، ابعد عن اي عربيه قطعه لو بتراب الفلوس. طالما مغير العربيات دي المفروض ما ترخص، العربيات دي المفرود ما تتباعش، العربيات دي المفروض تتكح. بس طبعا بسبب قله الضمير في كل حاجه، طبعا انا مستغرب ازاي اصلا بيرخصوها. ده استهتار يعني ان حرام مع ارواح ناس. العربيه دي اللي عندها هيفك في خبطه، هيفك في اي حاجه، اي حاجه في العربيه صدمه صغيره لو واحد دخل فيك من ورا اللحام هيفك، لو انت خدت خبطه من جنب اللحام هيفك، اي حاجه هتتعرض ليها العربيه لو اتقلبت جنب على جنبها هيفك، اي حاجه هتتعرض لها هيفك. فمالوش ثلاثه لازمه. فنصيحه لكل اخواتي ابعدوا عن العربيات القطع، نصيحه لكل اخواتي ابعد عن اي عربيه قطع.